يا مصر صباحك نور، بنبارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله ولا عاوزين إلا رضاه، وانطالت بينا حياة هتكون أرواحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك، وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور. الجرح خلاص هنزيله، ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله، على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور. أيها الإخوة الكرام، إن ثورة 25 من يناير كانت ولا زالت وستزال بإذن الله تبارك وتعالى ذكرى بل واقع في نفوس كل المصريين، وخير دليل وبرهان أن الإنسان المصري الحر الشريف لا يرضى بالذل ولا بالهوان. نعم، وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم قال لوالي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه: كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم، فلنقسم جميعا والله لن نستعبد بعد اليوم، والله لن نستعبد بعد اليوم إلا لله تبارك وتعالى. الحضور الكرام، الكلمة الآن مع الدكتور عمرو حمزة الجميلي، ابنكم جميعا وابن بن عبيد، ومرشح قائمة حزب النور لمجلس الشعب، فليتفضل. أسأل الله أن يجري الحق على لسانه وقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أرحب بعالمنا الجليل فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال، وفضيلة الشيخ عطية سالم، والشيخ شريف طه، والأستاذ الدكتور مصطفى السعيد الصاوي، والأستاذ عبد القادر، والدكتور هرماس رضوان. وأشكر إخواننا الحضور، وأخص بالشكر أهلي وأحبابي وعشيرتي أبناء بني عبيد، وأخص أهلي من سنبلاوين وتمي والصلاحات وديارب وميت فارس وميت سويد وكفر ميت فارس والديسة وغازي وطلعت وأبو المعاطي وشماس واليوسفية والطرمبات والحدادة. أتشرف بحضوركم جميعا معنا في هذا المؤتمر، كما أتشرف أيضا بوجود عالمنا الجليل فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال، الذي كنا نتمنى أن نراه رؤيا العين، فإذا به يجلس بيننا جميعا على طريق النور. أيها الحضور الكرام، إن الله سبحانه وتعالى وحد بينكم بالإيمان، وألف بين قلوبكم وأصلح به ذات بينكم، وقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. شملت كل الأمور. الرؤية السياسية تقوم على أساس تولية الأكفاء والأمناء، انطلاقا من قوله تعالى: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وانطلاقا أيضا من قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالدولة التي ننشدها هي دولة عصرية قانونية حديثة، والبرنامج الاقتصادي للحزب يتلخص في رخاء الدنيا بتطبيق الدين.